السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقاء. عدنا لكم اليوم بحكاية جديدة من حكايات صديقنا جحا، الممتعة والشيقة والمضحكة، وفيها الضحك والتسلية مع الفائدة والدروس والعبر. عنوان الحكاية هو حفظ الحقوق، وتدور أحداث الحكاية في قرية جحا، حيث كان الجميع متعاونين وكانوا يساعدون بعضهم البعض. ويترابطون فيما بينهم. وفي يوم من الأيام كانوا يريدون طحن القمح، ولم يكن لديهم مطحنة في القرية، لذا كانوا يذهبون إلى المدينة، ولأن المكان كان بعيد والمسافة طويلة جدا، حتى أنها تستغرق أيام، لذا كانوا يرسلوا أحدهم فقط ومعه كل الحمير، فيرسلونه مع الحمير وهم يستغلوا هذا الزمن في أداء أشغالهم الأخرى. وكانوا شهريا يتناوبون فيما بينهم. وفي هذه المرة وقع الدور على من يا أصدقاء؟ وقع الدور على صديقنا جحا، فخرج جحا مع الحمير والقمح وذهب بهم إلى المدينة، حتى يطحن قمح أهل المدينة، ثم يعود إليهم بالدقيق. ليصنعوا الخبز والحلوى. اجتمع عند صديقنا جحا الحمير، وكان عدد الحمير 8، وعلى كل حمار جوال من القمح، طبعا بطلب من أصحابها، حتى يذهب بهم جحا إلى الطاحون. فلم يتأخر جحا عن تلبية ذلك الأمر، فأخذ جحا حماره الخاص به، ووضع فيه جوال القمح بدوره، وساق خلفه الحمير 8، وخرج من قريتهم متجها إلى المدينة البعيدة. يقصد الطاحون وهو مطمئن كان جحا مقتنعا بعدد الحمير، بأن كل الحمير التي معه عددها 9، وكان حريصا جدا عليهم والتأكد من سلامتهم وحمايتهم. ولأن جحا كعادته في الحرص لا يقوم بشيء إلا وهو متأكد منه. وبعد أن خرج بمسافة قصيرة من القرية، قرر أن يعد الحمير التي معه، فعدها فإذا هي 8. خاف جحا وارتبك لذلك. كيف الحمير 8؟ وأنا عندما استلمتها كانت 9. فخاف وظن أن هنالك حمار ضائع، فتوقف وأوقف الحمير، وكان هناك عدد من الشجيرات، فركض مسرعا نحوها، معتقدا أن الحمار الضائع قد ذهب إليها واختبأ. بحث جحا كثيرا، فلم يجد الحمار الضائع، وعندما أحس بالتعب قرر العودة إلى الحمير حتى يستريح قليلا. ويشرب بعض الماء. وبينما هو كذلك قرر أن يعد الحمير مجددا، فوجدها 9 حمير. استغرب جحا لما حصل، لكنه فرح بذلك، وحمد الله على عودة الحمار، حسب ظنه أن الحمار ضاع. ثم رجع بنفسه إلى الحمير. ترى هل عرف جحا ما الذي حدث؟ سنعرف ذلك مع بقية الحكاية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير، سنواصل بعد الحكاية، انتظرونا. أهلا يا أصدقاء، عدنا بعد الفاصل القصير مع حكايات صديقنا جحا، والتي سنجني منها الدروس والعبر. عنوان الحكاية حفظ الحقوق. توقفنا عند عد جحا للحمير، ووجدها مكتملة فعلا، وهي 9 حمير بعد أن كانت 8. تعجب جحا لذلك، لكنه ركب حماره، ثم سار وهو مطمئن البال. وفي أثناء الطريق تذكر جحا بأن الحمير يمكن أن تنقص مجددا لأي سبب كان، كما حدث في المرة الأولى، حسب ما كان يعتقد هو. فقام بالعد مرة ثانية، تفاجأ بأنها 8، فنزل عن حماره وبدأ بالعد مجددا، فوجدها 9 حمير، والعدد مكتمل.
احتار في أمره وفكر طويلا فيما جرى. وكاد أن يجن. كيف أصبحت الحمير 9 وقبل ثوان فقط كانت 8؟ فشعر جحا بالخوف. وظن أن المكان مسكون بالشياطين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أيضا ما قاله جحا. بدأ يتعوذ من الشياطين وهو متوتر وخائف. فركب حماره وسار. وبقية الحمير من خلفه. كان يبدو عليه الخوف. وكعادة جحا قرر أن يعد الحمير مرة أخرى حتى يطمئن قلبه. فعدها فإذا هي 8 مرة أخرى. نزل جحا من حماره وكاد أن يمزق شعره. وراح يصرخ بصوت منخفض وهو مصدوم لماذا يحدث له. وهو مصدوم لما يحدث له. ثم عد الحمير مجددا فوجدها 9 ومكتملة. هنا أصبح على يقين أن الجن يتلاعب به. ركب جحا الحمار وسار وهو يرتجف ويظن أن الجن يحيطون به. فراح يرفع صوته بالذكر والتسبيح حتى هدأ خوفه قليلا. ولم يمضي وقت طويل حتى مر به رجل على حماره فسلم عليه جحا. رد عليه السلام. وكان يذهب إلى المدينة أيضا لكي يقوم بطحن القمح. ففرح به جحا فرحا شديدا. وقال له جحا أريدك أن تصحبني حتى نصل إلى الطاحون سويا ولكي نؤنس بعضنا بعضا. فوافق الرجل على ذلك. وفي أثناء الطريق أراد جحا أن يتأكد من عدد الحمير. وقد ذهب عنه الخوف تماما. فعد الحمير فوجدها 8. فصرخ حائرا كيف ذلك؟ سأله الرجل ما بك يا جحا؟ وواصل لماذا تصرخ؟ ردد عليه انظر إلى الحمير. جئت بها 9 والآن هي 8 كيف ذلك؟ فسأله الرجل هل عددت حمارك؟ قال له جحا مستنكرا لا. وواصل لما أعده. وهنا فقط انتبه جحا. انتبه إلى الخطأ الذي كان يقع فيه. فقد كان لا يحسب حماره. لذا كان يجد الحمير ناقصة. انتبه جحا إلى خطئه. وأصبح يضحك على نفسه. ضحك مع الرجل على ذلك. وتنفس صديقنا جحا الصعد. ثم شكر صديقه على ذكائه. ولكن الرجل قال له بل الشكر لك أنت. فقد كنت حريصا على حمير الآخرين وحافظا لحقوقهم. فجزاك الله خيرا. انتهت حكايتنا مع جحا. لكن رأينا شدة حرص جحا على حقوق الناس واهتمامه بها. وكيف أن المسلم يجب أن يحفظ الحقوق ولا يفرط في ممتلكات الآخرين. فهذا من الإيمان. وهذا ما علمنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى الاهتمام بحاجيات المسلمين والمحافظة عليها وحفظها. حسنا يا أصدقاء، ما الذي استفدتموه أنتم؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية. على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.